السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله النهاردة هنخرج بقى الستريننج اكشن للأعمدة وللرافتر. نفتح مع بعض احنا كنا في سيشن 4، كان في الساب وكان سيشن 5، لا سيشن 3 بقى. ماشي تمام، نفتح الساب مع بعض. فتح معانا الساب اهو. طيب دلوقتي عايزين نخرج بقى اللي احنا دلوقتي خلصنا، طلعنا الستريننج اكشن بتاع الفيرتيكال والدياجونال والكلام ده كله. عايزين نشتغل بقى على الفريم شويه. تعالى كده هنيجي على الفريم ونقول ظهر لي المومنت 3 ونختار حالة الماكس. ماشي، ونقول ابلاي. اللي بيظهر قدامنا، اللي بيظهر قدامنا اقصى مومنت بوزيتيف، تمام، اقصى مومنت بوزيتيف واقصى مومنت نيجاتيف. طيب انا ممكن اخش على فريم واقول له شو فاليو واقول له ابلاي. اوكي، دلوقتي هو طلع لي الماكسيمم مومنت بوزيتيف والماكسيمم نيجاتيف. تعال نشوف قال ايه. طيب دلوقتي هنا لو لاحظنا، لو اتكينا كليك يمين كده على الرافتر، هنلاقي ان المومنت هنا 9 طن ماشي بالبوزيتيف، و10 طن او 11 طن بالنيجاتيف. طب تعالى هنا هنلاقي ان المومنت هنا 3 وكام وسالب 10. طيب معنى كده ان اقصى مومنت عندي في المنطقة دي هو كام؟ سالب 10. تمام. ننزل تحت هنا ونيجي هنا نفس الكلام، بس هنا المومنت هيزيد لان النتيجة لوجود هنا تراس. فالمومنت هنا بقى النيجاتيف بقى كام يا باشمهندس؟ سالب 17، والبوزيتيف كام؟ موجب 9. طيب دلوقتي يبقى انا عرفت. يبقى لو دخلنا على فريم وقلت له اختار لي، طيب نشوف بقى حالات التحميل اللي هتدينا الماكس. هي تقريبا دي، هنقعد نجرب لحد ما هتطلع هتطلع لي زي ما حضرتك شايف ان المومنت هنا 10 سالب 10.92 يعني سالب 11، والمومنت هنا كام؟ 9.28، والمومنت هنا كام يا باشمهندس؟ 17.65. طيب لما نيجي نصمم الرافتر دوت يا باشمهندس، هتصمم ازاي؟ والله انا باجي كده وبقول الرافتر ده عليه 9.28 طن، وهنا عليه كام؟ وهنا عليه 17 بوينت كام؟ 65، يعني معدل 18. طيب انا هصمم على كله على 18، هيبقى تكلفة عالية جدا ان انا صممت الرافتر ده كله على 18 طن. طب الناس بتعمل ايه؟ شوف هنا كام؟ 9.28. نشغل بس الاداة اللي هي بتاعت الكتابة دي. تمام، فاحنا بنعمل ايه بقى؟ لو جينا هنا احنا هنمشي الكاميرا كلها على مومنت 9.28. تمام، هتيجي في المنطقة دي. طيب لحد فين؟ لحد هنا مثلا، لحد هنا. يبقى انا من البداية للنهاية مشيت الرافتر كله شايل مومنت 9.28 او 9.5. تمام. طب المنطقة دي هتبقى unsafe. ليه؟ لانها شايلة كام؟ 17. يبقى انا هصمم الرافتر كله على 9.28. تمام، وهاجي في المنطقة دي احط هانش. الهانش دوت هيشيل الباقي من 9.28. يبقى انا هصمم الكاميرا كلها على 28، اصمم الكاميرا كلها على المومنت اللي هو ده البوزيتيف ده 9.28، وهاجي على الهانش هنا هصممه بس على 17. طيب الكلام ده يحصل ازاي؟ انا لو تكيت كليك يمين على الرافتر كده اهوت، هنلاقي هنلاقي ان المومنت هنا كام؟ 9 طن. تمام، طول ما انا ماشي لحد ما يوصل للصفر، وابدا امشي لحد ما اوصل لل9 طن. هي 9.28 يعني 9 طن اهوت، 9.29 بالظبط. يبقى الكاميرا المفروض انها مسيفة لحد المنطقة دي، لحد المنطقة دي كلها على كام؟ مسيفة على 9.28. خلاص 9.28. طب والحتة دي بقى نحط لها هانش ونصممها على كام؟ على المومنت اللي هو كام؟ 17. طب نبدأ نشوف المنطقة دي بقى مسافتها قد ايه، عشان الهانش اللي هيطلع هيكون مسافته الحتة دي. طيب الحتة دي بقى مسافتها قد ايه؟ شوف هنا المسافة كام؟ 7.95. قول 8 متر. 8 متر لحد ما يوصل لكام؟ ل10. يبقى معدل 2 متر. يبقى انا لو وصلت هنا كده كام؟ قول 10. تمام، لحد كام؟ اوصل لمومنت كام؟ 9.
هنا كده 17، اداني ماشي لحد ما اوصل لمومنت 9 اهو، مومنت 9. يبقى المسافة دي معدلها قد ايه؟ بص هنا هتلاقي ان المسافة لما كان المومنت 29 7.95، 7 بوينت كام؟ 95. فلو قلت كده 7.95 والمسافة دي كده كام بالظبط بقى عشان تطلع 9.98، قول 10 متر ناقص 10 متر، قلنا ناقص 7 متر كام؟ 10 متر ناقص 7.95، 7.95 يعني معدل 2 متر و5، يعني الهانش يبقى ايه؟ مسافته 2 متر على القطاع كله. يبقى احنا هنصمم الهانش، يبقى احنا هنصمم على 9 بوينت كام؟ 28. فانا لو قلت اكسل كده ماشي، وقلت هنا بقى الايه اللي عندي المومنت 9 بوينت موجب كام؟ 9.28، والمومنت التاني اللي هو النيجاتيف بيساوي كام؟ سالب 17 بوينت كام؟ 65، قول 18 65 ما علينا. يبقى ده المومنت الاول وده المومنت التاني، ونبدا نطلع النورمال والشير. طيب الطريقه دي مش حلوه في التصميم، يعني الطريقه دي كده مش حلوه. طب انا ممكن اعمل حاجه حلوه، او اعمل ايه؟ اختار الاتنين دولي وماشي، مفيش عندي جلدر تاني، واقول له فايل اكسبورت ايه للشيت خلاص، وتقول لي element output، وهنا فريم ريزلت فريم ايه، وتقول لي هنا اوبن فايل اكسبورت سيلكت لود كيسز، قول له انا عايزها للماكس اوكي، وقول له ايه اوكي، وقول له ماشي دي هنسميها ايه يا باشمهندس؟ هنسميها جردر، ونقول له سيف، وننزل دي كده ونستنى على مشيت الاكسل يفتح. طبعا انا مش عايز البوزيشن ولا عايز اسم الفريم، بس عايز المومنت 3. قول له هنا ديليت، وتعالى هنا وهات لي برضو ديليت، وتعالى هنا شيل ده كله، سيب البوزيشن، وادي البوزيشن برضو شيلها ديليت، وادي هنا برضو ديليت. تمام. وتقول لي هنا الماكس ايه بوزيتيف بقى، او ممكن نقول الايه المومنت الماكس بوزيتيف ماشي. تمام. وبعد كده هنيجي هنا نقول يساوي، هنقول له بقى الماكس مش بوزيتيف، يبقى البوزيتيف من ده كله كده، واقفل ده وقول له انتر. طلع البوزيتيف كام؟ 9 اللي هو اللي احنا لسه مطلعينه، والمومنت اهوت ماشي. هناخد دي كده وايه، والاشاره دي هنعملها سالب، وهنا نقول له يساوي المينيمم بقى ايه، افتح قوس، ناخد ده كله ونقفل دوت ونقول له انتر ماشي. وهنا مخدناهاش كلها، هنشوف مخدناهاش كلها خلي بالك، ونقول له ايه انتر. يبقى المومنت بوزيتيف اللي احنا هنصمم عليه كله كام؟ المومنت اللي احنا هنصمم عليه كله كام؟ 9 متر 28. والهانش اللي هنعمله للايه؟ سالب 17. طيب الهانش دوت عشان منساش برضو ان هيساوي كام بقى؟ يساوي 2 متر، سوري 2 متر خلاص. يبقى ده الهانش وده الايه الكاميرا كلها خلاص. بعد كده محتاج ان انا اصمم ايه؟ محتاج ان انا اصمم اجيب البي. طيب البي عبارة عن ايه؟ يساوي البي كله طبعا فيه نيجاتيف وفيه بوزيتيف، يبقى او ممكن نعمل هنا نقول النورمال، مش البي بقى نسميها النورمال. النورمال هنا بقى بيساوي الايه؟ يساوي الماكس، افتح قوس من ده كله واقفل القوس، اعمل كده، وبرضو يساوي المينيمم، افتح قوس من ده كله واقفل القوس وقول لي انتر. بعد كده هاتلي الايه؟ هاتلي الشير يا باشمهندس، الشير يساوي الايه؟ يساوي افتح قوس تمام، وقول لي الماكس من ده كله واقفل
ده الشير. وبعد كده بعد الشير يا باشمهندس ماكس تقول لي برضو يساوي المينيموم وافتح قوس هاتلي ده كله واقفل قول انتر. ماشي بس اتأكد ان تمام. يبقى المومنت بقى المومنت النهائي يبقى المومنت بوزيتيف عبارة هيساوي كام ده، والمومنت نيجاتيف هيساوي ده. تمام. وعندك النورمال هيساوي دوت للرافتر. هنصمم على اكبر نورمال للرافتر، اكبر نورمال للرافتر كله. يبقى النورمال هنصمم على انهي نورمال بالظبط؟ بص تعالى نشوف النورمال اهو، الاكسيال فورس ابلاي اوكي. اكسيال فورس هنا هتلاقي ان النورمال هنا اكبر حاجه وبيقل هنا، فاحنا مش من المنطقي ان انا عمال اجي اصمم الرافتر هصممه على النورمال ده او النورمال ده، فانا لازم اصمم على النورمال الكبير اللي هو كام، اللي هو بقى في المنطقه دي اللي هو حوالي 2 طن. تمام تمام. ده النورمال. والمومنت النهائي والشير نفس الكلام اكيد اصمم على الشير الماكسيمم هناخد كام اللي هو ده يبقى ده كده الايه. والهانش اللي هو برضو 2 متر. يبقى احنا نيجي هنا ونعمل ايه درو بوردر جريد. تمام اهو، او ممكن انا اعمل الايه لاين ستايل وياخد اكبر واحدة دي ونروح جايين عاملين كده خلاص. طيب ده بالنسبة للايه، بالنسبة للجلدر وتسيف. تمام وتسيف. طيب ده كده احنا صممنا ايه، طلعنا الجردر اللي هنصمم عليه. فاضل بس الايه، فاضل الكولومز دي. هتحدد الكولومز دي كده كلها تقول لي عشان كلهم هنديهم قطعة واحد وخلاص، او ممكن نديك دي قطعة ودي قطعة ودي قطعة ماشي، بس مش مشكلة ولا نصمم على ايه، على اكبر واحد وخلاص. بس انت لو في مشروع تخرج او في مشروع وعايز توفر صمم كل واحد لوحده، او على الاقل صمم ده لوحده والاتنين دول زي بعض. ما علينا. فايل هنقول اكسبورت اكسل شيت كل حاجة تمام وتقول اوكي، ونسمي ده ايه كولوم ونقول له سيف. هنطلع بدوت كده واحنا بقى فهمنا اللعبة بتاعتنا. هنشيل ده كده وتقول لي ديليت يا باشمهندس، وتشيل ده كده خالص وتقول لي احنا شيلنا المومنت كنترول زد سوري. هنشيل ده كده ونقول له ديليت، ونشيل ده كده ونقول له ديليت، وده كده بالصلاة على النبي ونقول له ديليت. ونجيب هنا المومنت. طبعا مفيش مومنت بوزيتيف ولا نيجاتيف بقى، المومنت على طول. المومنت يساوي هناخد الماكس افتح قوس، هناخد ده كده كله واقفل الدنيا والانتر ماشي. هتقول لي برضو المومنت برضو نيجاتيف يساوي تاخد المينيموم افتح قوس، تاخد من ده كله لحد دوت ونقفل ونقول له انتر. وده الماكس لحد الاخر ماشي. وده الايه المينيموم، وده طبيعي سالب ايه 17. بعد كده النورمال. تمام. النورمال هيساوي ايه بقى يا باشمهندس اهو الماكس. تمام. وتاخد ده كده في الاخر وتقفل قوس وانتر. وتاني ده النورمال ومعاك النورمال برضو. النورمال يساوي المينيموم وانتر عشان يطلع لك اقصى قيمة موجب اقصى قيمة سالب. بعد كده طلعنا المومنت والنورمال. فضل الشير. تمام. الشير هيساوي فين الشير؟ ادي الشير اهو. تيجي هنا وتقول لي الماكس وافتح قوس وتعالى هنا وقول لي انتر يساوي المينيمم وافتح قوس. تمام. وتقول لي هات الشير ده كله واقفل القوس وتقول لي انتر. ده كده شير. هتلاقي بقى الماكسيمم مومنت، والماكس مومنت هيساوي ايه
سالب 17 والماكس نورمال هيساوي فين النورمال؟ الماكس شير تمام هيساوي فين الشير؟ ادي 9. ونسيف ده ونسيف وننزل ده ونروح للنيو فولدر بتاعنا. بس احنا دلوقتي في سيشن كام؟ 5. طلعنا ايه؟ كل الكولمز والتايب. فاضل الكونكشن. نفتح الكونكشن كده. انا عملت بس حاجة بسيطة كده للكونكشن. هنا مومنت نورمال ايه شير، هنا كذلك مومنت نورمال شير، وهنا مومنت نورمال شير. طيب هات المومنت، نفتح قوس ده، هات المومنت. فين المومنت يا عم؟ تعال نشوف الوصلة دي معرضة للمومنت. المومنت قد ايه؟ معرضة للنورمال قد ايه بقى الوصلة دي؟ 2 طن. تمام 2 طن سوري، هنا 2 طن. واحنا بما اننا شغالين في النورمال، تعالى هنا 1 طن. تعالى هنا 1.3 طن نورمال 1.3 طن. تمام النورمال هنا بكام؟ النورمال هنا ب2 طن. النورمال هنا ب2 طن. والشير هنا بكام؟ تعالى نجيب الشير فريم. هات الماكس، بس هي هتطلع الماكس دي. هات ابلاي اوكي سوري فريم. هات بقى الشير مومنت 3 خلصنا. هات المومنت بالمرة. احنا قلنا هنا سالب 17.65 17.65. وهنا المومنت 9.26. وهنا المومنت قلنا كام؟ 10 شوية 10 وكام؟ 92 يعني 11 طن. طيب فضل الشير. هنجيب الشير يا باشمهندس. فين فريم؟ ادي الشير اهو. فين الشير؟ ابلاي اوكي. الشير فين؟ ادي الشير 4 طن 4.5. الشير هنا كام؟ هنا الشير هنا ب0 تقريبا. الشير هنا بنص. اما الشير هنا بكام بقى؟ 5.18. طبعا هنصمم انهي واحدة في دول؟ ده 11 12. نصمم دي الكبيرة، نصمم دي ودي ان شاء الله. تمام بس. ونسيف تاني. سيف كده ريفرش كده. احنا خلصنا ايه؟ طلعنا الاوتبوت بتاعت ايه؟ بتاع الفريم. في ناقص تصميم الفريم، وده ان شاء الله هنبدأ بيه المحاضرة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله.